ابتعد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بعدما حسم الكلاسيكو أمام غريمه وملاحقه ريال مدريد حامل اللقب بفوز مثير ب4-3 وذلك في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة 35 من الليغا. في برشلونة لا صوت يعلو فوق صوت الكلاسيكو. حبست الأنفاس وصوبت الأنظار نحو مشهد جديد من لقاء الغريمين برشلونة وريال مدريد. الجماهير الكتالونية وقفت كرجل واحد وهي تستقبل وتحفز فريقها في سباق الأمتار الأخيرة من الليغا. أفضلية واضحة لفليك على ضيفه أنشيلوتي هذا الموسم، والريال الذي يبحث عن تصحيح المسار احتاج ل3 دقائق فقط ليتحصل كيليان مبابي على ركلة جزاء ترجمها بنفسه إلى هدف أول لحامل اللقب. اهتزت جماهير الريال فرحا بينما ظل أنشيلوتي يطالب لاعبيه بالتقدم والضغط أكثر. ضغط أثمر هدفا ثانيا، ومبابي عاد ليحول تمريرة رائعة من فينيسيوس إلى هدف ثان في أقل من ربع ساعة، ما جعله يتصدر قائمة الهدافين. فليك بقي هادئا ينتظر ردة فعل من لاعبيه لم تتأخر كثيرا، لكن الحارس كورتوا كان في المكان المناسب. تيبو تألق في المرة الأولى والثانية، لكنه أخفق في الثالثة ليستقبل الهدف الأول. إيري غارثيا وبرأسية مباغتة قلص النتيجة. تحركت الآلة الكتالونية، وهنا احتاج أصحاب الأرض لواحدة من لمسات الفنان لامين جمال الذي وضع الكرة بكل أناقة في شباك الريال. تغيرت ملامح الجماهير المدريدية والثنائية تحولت سريعا إلى ثلاثية. البرازيلي رافينيا تكفل بذلك بهذه الطريقة. برشلونة قلب تأخره بهدفين، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل باغت ضيفه المدريدي بهدف رابع لرافينيا جعل الكلاسيكو يشتعل وسط فرحة كبيرة لجماهير المتصدر بمختلف فئاتها. مع بداية الفصل الثاني للكلاسيكو سارع أنشيلوتي بالزج بمودريتش وإبراهيم دياز بحثا عن التدارك، وأفضل لاعب من جانب الريال كان قريبا جدا من إضافة الثالث. مبابي بصم على الهاتريك مؤكدا تألقه في هذه القمة. تواصلت الإثارة وزملاء لامين جمال واصلوا ضغطهم على مرمى الحارس كورتوا. فرص كثيرة ضائعة من الجانبين وصافرة النهاية جعلت البارسا يوسع الفارق إلى 7 نقاط عن الريال الثاني. أما أنشيلوتي فغادر خائبا بعدما خسر الرهان مرة أخرى ضد فليك. والعنوان الأخير: برشلونة يفوز ويمتع ويقترب خطوة أخرى من اللقب. نعم، أعتقد أننا منحناهم الفرصة من أجل أن يسجلوا. هذا حدث أمام إنتر وأمام أتلتيكو كذلك. هذا الفريق لا يستسلم أبدا. كان من المهم جدا أن نفوز اليوم، إذا وسعنا الفارق، وكان من المهم أن نفوز وأظهرنا بأننا أفضل طوال هذا العام، وعلينا أن نستمتع الآن. من جهته أكد البرازيلي رافينيا أن فريقه وجد صعوبة في بداية المباراة، لكنه تمكن من التدارك سريعا وتسجيل الهدف الأول الذي مكنهم من قلب النتيجة والعودة بقوة. أعتقد أننا عانينا قليلا في بداية المباراة. بدأنا بقوة أقل منهم وهم سجلوا هدفين، ولكن الأهم هو أننا كنا نعرف بأننا قادرون على أن نعادل النتيجة ونعود بالتأكيد، وتحلينا بالهدوء وبحثنا عن الهدف الأول، وكان مهما جدا لأن الهدف الأول بالتأكيد يمنحك فرصة من أجل الريمونتادا ومن أجل أن تحقق التعادل والعودة. شهد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد أرقاما قياسية غير مسبوقة جعلت المواجهة أكثر من مجرد صراع تقليدي بين غريمين تاريخيين. فمن انتصارات متتالية إلى تألق فردي لافت تحولت الأرقام إلى العنوان الأكبر في سجل هذه القمة الكروية. في زمن تتغير فيه الأسماء يبقى الكلاسيكو هو العنوان الأبرز في عالم كرة القدم.
لكن برشلونة في هذا الموسم قرر يكتب فصلا جديدا في السجلات بل بالأرقام. الكتالونيون فازوا في 4 مواجهات متتالية على ريال مدريد في ثاني أفضل السلسلة بعد انتصارات غوارديولا الشهيرة بين عامي 2008 و2010. وتحت قيادة هانز فليك لم يخسر برشلونة أي كلاسيكو حتى الآن، ليتحول الحلم إلى واقع مرسوم بخطوات محسوبة. 16 هدفا سجلها برشلونة في مرمى الريال هذا الموسم، رقم تاريخي غير مسبوق. وفرة في الأهداف ما كانت لتتحقق لولا براعة اليافع لامين جمال بأهدافه وتمريراته الحاسمة، مؤكدا علو كعبه أمام الغريم التقليدي ب3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 7 مواجهات. أما رافينيا فأضاف إلى جعبته 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 4 مباريات فقط، أرقام لم يتخطاها سوى ميسي في القرن 21. ورغم هزائم ريال مدريد لم يتأخر وافده الجديد مبابي في إثبات نفسه. هاتريك تاريخي في الليغا والأول منذ زامورانو عام 1995، بالإضافة إلى 39 هدفا في موسمه الأول، رقم قياسي جديد للاعب في بدايته الملكية. في الكلاسيكو لا تكفي المهارة ولا حتى التاريخ، هنا تحسم المعارك بالأرقام وتصنع الأساطير من لحظة تألق واحدة. والسؤال الآن: من سيكتب الفصل القادم في قصة لم تنتهي بعد؟